السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو رقم 4 من ضمن سلسلة فيديوهات بدأناها بنتكلم فيها عن حساب المثلثات. قانون عام الأضلاع، وفي ناس بتسميه قانون فيثاغورس العام. إيه هو قانون العام الأضلاع؟ أو إيه هو قانون فيثاغورس العام؟ بس قبل ما نخش في موضوع حلقة النهاردة نحب نذكر نفسينا ونذكر بعضنا بالثلاث فيديوهات اللي فاتوا، بحيث برضو اللي مش متابعنا او اللي هو ما فاتته فيديو ولا حلقة من اللي فات يبقى عارف احنا بنتكلم في ايه او بنفكر في ايه او عاوزين نقول ايه. احنا اول فيديو عملناه كنا بنتكلم فيه عن انواع المثلثات واشكالها وفكرة عامة عن المثلث من حيث الاضلاع ومن حيث الزوايا، وقلنا المثلث القائم بالزاوية والحد الزوايا وهكذا. والفيديو رقم 1 وطبعا وبدأناها واتكلمنا عن احنا قلنا أول ما نبدأ على القانون آسف المثلث القائم الزاوية، وخدنا المثلث القائم الزاوية. وأبسط مثلث في قائم الزاوية بيبقى قائم الزاوية والضلعين متساويين، وقلنا إزاي نجيب الوتر. وقلنا في قانون شائع الاستخدام بسيط جدا بنقدر إن احنا نجيب منه الوتر. وفي نفس الوقت برضو قلنا إن القانون دوت أو الصيغة ديت بتستخدم في حالة خاصة بالمثلث ده فقط، اللي هو يكون قائم الزاوية. يكون ليه شروط إن هو يكون قائم الزاوية ويكون الضلعين متساويين أو الزاويتين دولت 45 درجة. غير كده مينفعش أستخدم القانون دوت، وشرحناه بالتفصيل الممل وعملنا عليه مثال. وبعد كده خدنا الفيديو اللي بعديه قلنا طيب نفترض احنا معانا مثلث قائم الزاوية بس الضلع في ضلعين مختلفين، الضلع دوت أصغر أو أكبر من الضلع دوت. هجيب الوتر ازاي؟ أولا عندي وتر وضلع، أجيب الضلع ازاي؟ وقلنا في الحالة ديت بنستخدم قانون فيثاغورس، بحيث ان انا مثلا لو عندي وتر وضلع اقدر اجيب الضلع الناقص، او عندي ضلعين ومقاسهم مختلف عن بعض هجيب الوتر. ومش شرط يكون انا عندي معلوم عندي الزاويتين، يعني الزاويتين دولت لو مش معلومين عندي معرفهمش، بس مثلث قائم الزاوية اقدر اجيب اي وتر او اي ضلع من المثلث. وبكده نكون احنا خلصنا او شرحنا المثلث القائم الزاوية. ولحد دلوقتي احنا شغالين على ايجاد الاضلاع، يعني الحلقة ديت واللي فاتت احنا شغالين على ان احنا ازاي نجيب الاضلاع بتاع المثلث. لسه ما دخلناش ان احنا نوجد الزوايا. فاحنا بالحلقة رقم 3 ديت يعتبر خلصنا إيجاد الأضلاع خاصة بالمثلث القائم الزاوية. طب إيه بقى الجديد بتاع النهاردة؟ الجديد بتاع النهاردة إن إحنا مثلا إيه ننتقل بقى من المثلث القائم الزاوية إلى المثلث الغير قائم الزاوية. أنا عندي مثلث غير قائم الزاوية وعايز أجيب ضلع مفقود أو وتر مفقود، هشتغل إزاي؟ وده موضوع حلقة النهاردة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. القانون بتاع النهاردة خاص بيه أو أقدر بيه أجيب عندي مثلث غير قائم الزاوية أشتغل بيه. طيب القانون ده ينفع إن أنا أشتغل بيه على المثلث القائم الزاوية؟ ينفع إن أنا أشتغل بيه. القانون العام ده ينفع أشتغل بيه على المثلث الغير قائم الزاوية والمثلث القائم الزاوية. وبالتالي إن يبقى نستنتج من كده إن القانون دوت أرقى وأفضل من القانون اللي فات واللي قبليه. أقدر بالقانون دوت دي مثلث قائم الزاوية أشتغل بيه. القانون دوت لإيجاد الأضلاع، ده لي مثلث قائم الزاوية عايز أجيب أحد أضلاعه أو الوتر أشتغل بيه. ده لي مثلث غير قائم الزاوية عايز أجيب أحد أضلاعه أو الوتر برضو هشتغل بيه. طيب نتعرف على القانون بتاع النهاردة. القانون بتاع النهاردة بيسموه قانون عام الأضلاع أو القانون العام بتاع فيثاغورس. ولكل قانون زي ما شرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده، لكل قانون بيبقى ليه معطيات وليه شروط. ايه المعطيات؟ مثلا عشان اقدر ان انا استخدم القانون دوت انا عندي مثلث عشان اجيب الضلع الناقص او اجيب الوتر الناقص لازم يكون عندي معطيات. لازم يكون عندي ضلعين معروفين وزاوية
معروفة، ولازم تكون الزاوية ديت مقابلة للضلع اللي مطلوب إيجاده. زي ما هنا مكتوب كده في الورقة، إيجاد أي ضلع في المثلث الغير قائم الزاوية أو المثلث القائم الزاوية بمعلومية ضلعين وزاوية المقابلة للضلع المراد إيجاده. إيه الكلام دوت؟ الكلام دوت يعني أنا مثلا إيه، الضلع إيه، أنا عايز أوجد الضلع إيه، ده مش معلوم، بس أنا عندي البي معلوم والسي معلوم. أنا عندي الضلع إيه يقابله هنا الزاوية إيه، والضلع سي يقابله الزاوية سي، والضلع بي يقابله الزاوية بي. حلو. فأنا مثلا عايز أوجد الضلع A مش موجود معايا. القانون بيقول جذر، بفتح قوس البي تربيع ده معلوم زائد السي تربيع ده معلوم ناقص 2 في بي اللي هو المعلوم في سي المعلوم في قوسين قوسين الايه، قوسين الايه. الزاوية دي لازم تكون معلومة معايا، وتكون مقابلة الضلع المراد إيجاده، تكون الزاوية المقابل ليها معلومة. طب نفترض إن الزاوية دي مش معلومة والزاوية دي معلومة، ساعتها نوجد بقى نجيب الزاوية دي وتشتغل. بس طبعا إيه مش موضوع حلقة النهاردة إيجاد الزوايا، بس بعرفك إن أنا مثلا إيه، نفترض الزاوية دي مش موجودة، عندي الضلع ده معروف وده معروف، بس الزاوية دي مش موجودة، الزاوية دي بس اللي موجودة أو دي اللي موجودة. يبقى أنا أوجد الزاوية ديت عشان أحقق الشرط بتاع القانون اللي معانا. القانون اللي معانا بيقول لي عشان اجيب الضلع ايه لازم يكون عندي الضلع بي معلوم والضلع سي معلوم والزاويه المقابله للضلع المراد ايجاده معلوم. كده اتحقق معايا ايه الشروط بتاع القانون. عاوز اجي اوجد بي، يبقى البي بيقول لي جذر ايه تربيع ده يكون عندي معلوم زائد سي تربيع ناقص 2 في ايه سي في قوسين البي اللي هي دي. انا هجيب الزاويه دي يبقى انا ايه قوسين الزاويه المقابل ليها. هجيب الضلع ايه يبقى انا ايه الزاويه قوسين الزاويه المقابل ليها. عايز اجيب الوتر السي يبقى قوسين السي اللي هو الزاويه المقابل ليها. ده القانون العام بمنتهى البساطه. طيب نحاول ناخد مثلا مثال على الكلام دوت. انا عندي مثلا هنا مثلث اهو، الايه غير معلومه، بيقول لي البي معلوم والسي معلوم والزاوية المقابلة للضلع اللي أنا عاوز أوجده معلومة. إيجاد ضلع في مثلث غير قائم الزاوية، المثلث ده غير قائم الزاوية يعني الزاوية دي مش 90 بمعلومية ضلعين وزاوية، الضلعين وزاوية، ولازم تكون الزاوية مقابلة للضلع المراد إيجاده. طيب هنا في المثال بيقول لي إن البي بتساوي 1879.3 ملم، والوتر اللي هو السي بيساوي 2532 ملي متر. بيقول لي اوجد الايه ضلع ايه. القانون هنا بيقول لي ضلع ايه، عشان اوجد الضلع ايه بفتح جذر بي تربيع زائد سي تربيع ناقص 2 في بي في سي في قوسين الزاوية ايه اللي هي ايه اللي هي دي المقابلة. طيب تعالى نجرب بالآلة الحاسبة ونشوف الدنيا معانا بتقول ايه. بقول افتح جذر وافتح قوس البي بتساوي 1879 تربيع زائد السي 2000 زائد 2532 تربيع ناقص 2 في 1879 في 2532 2532 في قوسين الزاوية ايه اللي هي 20
نقفل قوس ونقفل قوس تاني ونقول يساوي، بيديني متر. أصبح الضلع ده اداهوني متر، الضلع ده مديهوني متر 1000 مليمتر. طيب ناخد مثال تاني. أنا عايز أجيب، هنا بيقول لي هو نفس المثلث بس احنا بدل بدلنا خدنا طبعا ده معلوم معانا المتر لسه مطلعينه، والوتر معلوم معانا المثلث اللي فات، وعارفين ان هو هيطلع في الاخر 1879. هنا بيقول لي هنطبق القانون البي، نمسح، بيقول لي جذر وافتح قوس البي بيساوي ايه تربيع اللي هي 1000 تربيع زائد سي تربيع اللي هي 2532 تربيع ناقص 2 في 1000 في 2532 في قوسين، هنا قوسين الزاوية هنا 40 اللي هي مقابلة للضلع B، نفتح قوس 40 نقفل القوس تاني، نقرب شوية اهي، 1000 تربيع زائد 200 2532 تربيع ناقص 2 في 1000 في 2532 في قوسين 40 ودوس يساوي، بيدينا هنا 1879 اللي هو الضلع ده. طيب ناخد آخر مثال بتاع الوتر اللي هو احنا عارفينه أصلا سابقا 2532 نطبق القانون. بيقول السي هنا بيساوي جذر وافتح قوس 1000 تربيع اللي هو الايه بيساوي 1000 تربيع زائد البي تربيع اللي هي 1879 تربيع ناقص 2 في 1000 ناقص 2 في 1000 في 1879 في قوسين، هنا الزاوية المقابلة للسي 120. الله أكبر الله أكبر. نقفل القوس تاني بالشكل دوت، دوس يساوي 200 2531 7 من 10 اللي هو الوتر. الله أكبر الله أكبر. وبكده يبقى احنا كده خلصنا القانون العام بتاع الإضلاع، وانتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم ونتكلم فيه عن الدوال المثلثية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.